بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين، وكل عام وانتم طيبين. خلاص رمضان خلص. ربنا يجعله رمضان سعيد على الجميع، ويتقبل مننا صالح الاعمال يا رب. وكل عيد وانتم بخير. الكنافة والقطايف ما بتبقاش موجودة الا في المواسم معينة، بس احنا نقدر ان احنا نخزنها وتبقى موجودة في تلاجتنا طول السنة. وقت ما نحب ان احنا نخرجها من الفريزر ونعمل اي حاجة حلوة لأولادنا، هتبقى موجودة وجاهزة معانا، وهتوفر علينا الوقت والمجهود. كمان لو جالك ضيوف في اي وقت، ممكن ان انت تخرجيها من الفريزر وتستخدميها، ويبقى عندك صنف حلويات جاهز. هنجيب القطايف وهتحشيها بالحشو اللي انت عاوزاه، وهنقفلها زي ما بنقفلها عادي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الحقيقة الفكرة جميلة وسهلة وبسيطة، وبتبقى موجودة في الفريزر عندنا، ممكن نخرجها زي ما احنا قلنا في اي وقت ونستخدمها. بعد ما بنحشيها بنجيب الأطباق بتاعتنا ونرصها فيها ونغلفها زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. والله بتفضل معاكي طول السنة جاهزة وجميلة، وبتخرجيها تستخدميها في أي وقت زي ما احنا قلنا. كمان الكنافة بتستعمليها برضو بنفس الطريقة، بتجيبيها وتشكليها وترصيها في أطباق وتحشيها بالحشو اللي انت عاوزاه، وبتبقى موجودة معاكي، وتخزنيها برضو بنفس الطريقة، وبألف صحة وعافية يا رب.